لله رب العالمين يا رب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مبتلى، اللهم اشف كل مريض، وعافي كل مبتلى. اللهم ارحم موتانا، ارحم آباءنا، ارحم أمهاتنا، ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إلهي، لولا أنك بالفضل تجود ما كان عبدك إلى الذنب يعود، ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان، وأسبلت سترك على من أسبل ذيل النسيان، وقابلت إساءتنا منك بالإحسان. إلهنا، ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة، ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة. إننا لا نرجو إلا غفرانك، ولا نطلب إلا إحسانك. أدعوك بلسان أملي لما كل لسان عملي. إن أطعتك رجوتك، إن أطعتك رجوت إحسانك، وإن عصيتك رجعت إليك طالبا غفرانك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومعلمنا وسيدنا وشفيعنا يوم القيامة ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلوات ربي عليه وسلامه. يقول له المولى سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت يا حبيبي يا محمد مهمتك الهداية، ووظيفتك الدلالة، وعملك الإصلاح. أنت يا حبيبي يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم. لماذا؟ لأنك تزيل الشبهات، وتطرد الغواية، وتذهب الضلالة، وتمحو الباطل، وتشيد الحق والعدل والخير. أنت يا حبيبي يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد السعادة فليتبع سيدنا محمد، ومن أحب الفلاح فليقتدي بسيدنا محمد، ومن رغب في النجاة فليهدي بهدي سيدنا محمد. وأنت تهدي إلى صراط مستقيم. من ركب سفينة هداية سيدنا محمد نجا، من دخل دار دعوة سيدنا محمد أمنا، من تمسك بدعوة رسالة سيدنا محمد سلما. فمن تبعك يا حبيبي يا محمد ما ذل وما ضل ولا زل وما قل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأنك وافقت الفطرة، وجئت بحنفية سمحة، وشريعة غراء، وملة كاملة، ودين تام. هديت العقل من الزيغ، وطهرت القلب من الريبة، وغسلت الضمير من الخيانة، وأخرجت الأمة من الضلال، وحررت البشر من الطاغوت. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا حبيبي يا محمد كلامك هدى، وحالك هدى، وفعلك هدى، ومذهبك هدى. فأنت الهادي إلى الله، الداعي على طريق الخير، المرشد بكل بر، الداعي إلى الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمع الصراط المستقيم ومع الجزء الثالث من اهدنا الصراط المستقيم، ومع
الفطرة. نفسك التي بين جنبين، ما هي النفس؟ هل الجسد نفس أم الروح هي النفس؟ أيها الإخوة الكرام الأحبة، التقاء الروح بالجسد يسمى نفس. الجسد وحده ليس بنفس، والروح وحدها ليست بنفس، إنما التقاء الجسد مع الروح نقول نفس البشرية. من طين خلقت، من الأرض خلقت، كلكم من آدم وآدم من تراب ومن نفخة الله من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الإنسان آخر شيء يدخل فيه بعد تكوينه هي الروح، وأول شيء يخرج منه حينما يموت هي الروح. إذن الجسد يبلى يرجع إلى أصله التراب، والروح تصعد ترجع إلى أصلها هناك في السماء العلى. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. ذلك العظم الصغير منتهى العمود الفقري. يقول العلماء بأن ذلك العظم الصغير لا يبلى ولا يفنى أبدا، لا تأكله تربة ولا تأكله بكتيريا ولا يغيره الزمان، مصداقا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن القدرة ومن الإبداع ومن خلق الله تعالى ذلك العظم الصغير فيه علم الوراثة، فيه كل شيء عن ذلك الإنسان، فيه طوله وفيه لونه وفيه شكله وفيه كل شيء. ذلك العظم من مشيئة ربي سبحانه وتعالى. يوم القيامة ينزل الله تعالى مطر شبيهة بمني الرجال، بمياه الرجال، تنزل المطر تربى هذه العظمة، وإذا بتلك العظمة بذلك عشب الذنب ينمو وينبت من جديد. هذا هو الخلق ربي سبحانه وتعالى. أتعجبون من هذا؟ هؤلاء الكفار الذين يقولون كيف البعث وكيف يبعثنا المولى عز وجل. آيات التكوين وآيات الخلق يوما أمامنا بالمئات المرات. ألم تشاهد الزرع في يدك؟ الزراعة في يدك، زراعة فلفل، زراعة طماطم، زراعة دلاع، زراعة بطيخ، كلها وكل زراعة فيها نوعية تلك الغرسة، فتعطيك الفلفل بتلك الكمية في تلك الحيثيات الموجودة فيها، وتعطيك الطماطم وتعطيك بالتربة وبالمطر. هذه الآيات تتكرر كل يوم أمامك، فكيف نستبعد عن هذا أمام المولى سبحانه وتعالى؟ والله تعالى بعدما ينزل هذه المطر يقول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. هكذا تنبت. وجاء أحد الكفار وأخذ عظم ميت أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتتها وجعلها غبار ونفخها في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذه العظمة ثم أنه يحاسب
بفطرته، بتكوينه الذي خلقه به الرب سبحانه وتعالى، مزود بالخير والشر سواء. القرآن يعبر عن ذلك تارة بالإلهام فيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ويعبر عنها بالهداية تارة: فهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هذه هي الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اهدنا الصراط المستقيم، هداك بالفطرة. النفس مستعدة لتلقي الخير والشر، وأنت قائدها وأنت مروضها. من هنا قالوا الناس صنفان، وانتبه جيدا: صنف قد انتصر على نفسه وقهرها وجعلها مطية إلى كل خير، نقول له قد أفلح من زكاها. وصنف قد قهرته نفسه وغلبته وجعلت نفسه مطية إلى كل شهوة وإلى كل معصية، نقول له وقد خاب من دساها. يقول حجة الإسلام: اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تفطر بعد ذلك. عباد الله، افهموا معنى جيدا ما معنى الهداية، كيف أن الله تعالى هداك منذ البداية. أضرب لكم هذا المثل واستمعوا إليه جيدا. جماعة من الناس تأتي إلى مدينة صفاقس لأول مرة، لا أحد منهم يعرف شوارعها ولا طرقها. عند مفترق الطرق مثلا في باب شبلي شرطي مرور واقف، هم يبحثون عن إدارة بطريق تونس، الشرطي أرشدهم: هذه الطريق أمامكم توصلكم إلى هدفكم، توصلكم إلى إدارتكم. انتهى دور الشرطي، أرشدهم، هداهم، يعني هداهم إلى الصراط الصحيح. منهم من لم يأخذ بهدي الشرطي فسلك طريق أقصى اليمين فوجد نفسه في سجن مصور، ضياع، تيه، ظن، لم يصل إلى هدفه. ومنهم من سلك أقصى اليسار فوجد نفسه مثلا في طينة، وهذا طريق الأفرار وهذا طريق الرمدة. جماعة منهم وأنتم حكماء عقلاء فطناء أذكى الأذكياء أخذوا بهدي الشرطي، سلكوا الطريق تونس، لا ضياع ولا تيه ولا ظن، وجدوا أنفسهم أمام هدفهم، والشرطي لم يأخذ بأيديهم ويجرهم بقوة، كل سلك حسب اختياره، ولله المثل الأعلى. هداك الله سبحانه وتعالى بفطرتك التي موجودة عندك وأرشدك، وأنت عليك أن تقوم وأن تصل إلى هدفك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا الصراط المعبد، صراط الدنيا يذكرك بصراط الآخرة. صراط الآخرة أدق من الشعرة وأحد من السيف، صراط الآخرة تمشي عليه بيقظة وانتباه واعتدال، لأنك لو رحت يمنة والعياذ بالله يهوي الإنسان في النار، ولو راح يسرة يسقط فيها. هذا صراط الآخرة، وكذلك صراط الدنيا، وكذلك صراط الله في الدنيا، منهجه، قانونه، شرعه، قرآنه، فلتمشي على صراط الله مستقيما لا انحرافا يمنة ولا يسرى. الميل ولو كان ميلا قليلا يبعدك عن الغاية، يبعدك عن الهدف الذي تريد أن تصل إليه. إنك إذا بدأت بالمكان وابتعدت قليلا كلما سرت يتسع الخلل. أي انحراف قليل في نقطة البداية يؤدي إلى زيادة الهوة والمسافات. كذلك الدين، كذلك الشرع، كذلك القرآن، كل
ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يمينه من الجهة الأخرى، ثم قال هذه سبيل قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو لها، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا كل السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل طريق غير طريق الله، كل منهج غير منهج الله، كل قانون غير قانون الله. ماذا يسميه القرآن؟ اسمع بأذان قلبك. وأما ثمود، قوم ثمود فهديناهم، بيناهم له الطريق فهديناهم، أمامكم الطريق، هذا هو الطريق الصحيح. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا، لم يقل الضلالة، لم يقل الكفر وهو كفر، لم يقل الضياع وهو ضياع، وإنما التعبير القرآني الدقيق فاستحبوا العمى على الهدى. حشي يا أما هدى طريق الله مستقيم، يا أما عمى كل الطرق الأخرى هي عمى. فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، عمى في الدنيا وعذاب في الآخرة، والسبب ترك صراط الله المستقيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه لم يسر في طريق الله، لأنه اتبع السبل الأخرى في الدنيا هي عمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. والذي يهتدي بهدي الله والذي يهتدي بفطرة الله تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ونضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. من هم هؤلاء يا رب؟ من هؤلاء الذين اتبعوا نورا على نور؟ مباشرة بعد الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أنتم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواد المساجد هم الذين يتبعون الهدى، رواد المساجد نور في الدنيا، ويوم القيامة ماذا لهم يا رب؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. والنهاية يصلون إلى هدفهم، يصلون إلى مبتغاهم، لأنهم ساروا على هدي الله وعلى الطريق المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. إن كان هناك بعض أخوة يجلسون خارج المسجد تحت وقت حرارة الشمس لعل يكون في الطابق العلوي هناك متسع، وكذلك الرسالة التي توزع عليكم هي فيها القرآن وفيها كلام الرسول وفيها الأدعية نحافظ عليها، فمحافظتنا عليها محافظة لكلام الله، فلا نجعلها بين الأحذية احتراما لكلام الله. أيها الإخوة الكرام الأحبة، لقد وصف الله تعالى النفس في القرآن ب5 صفات. اسمع جيدا: نفس أمارة بالسوء، نفس مسولة، نفس موسوسة، النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. إذن أنت في منتصف الطريق. النفس الموسوسة يعني هي التي تهمس لصاحبها بصوت خفيف الذي يكاد يسمع بالأعماق لتذكره بالخواطر. أنت هنا يا أما، ويقول فيها ربي سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنت هنا أمامك
بها وأصبحت النفس المسولة. والنفس المسولة يقول فيها القرآن: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه النفس المسولة يعني هي تزين القبيح فتعرضه في صورة الجميل، تسول أهواها بمكر وخداع فترسم الشر وكأنه خير، وتقيم الدليل بعد ذلك على الدليل على شهواتها. رجل، امرأة، قال أنا باستطاعتي أن تلبس الحجاب وأن تحفظ القرآن، ولكن تزين له نفسه أن يختلي بها، ويقول العلماء: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يحفظها القرآن. قال لا بأس بذلك، تزين النفس المسولة حتى توقعه في الفاحشة عياذا بالله. أيها الإخوة الكرام الأحبة، كثيرا منا ما يقع الإنسان بين أمر خير وأمر شر. هذا الإنسان تجده في حيرة، هذه مفسدة، ولكن يقول لك هذه المفسدة أنا أستطيع أن أجعل منها مصلحة. يتاجر في المخدرات عياذا بالله، يقول في هذه الأموال أنا أستطيع أن أفتح مشاريع وأضم إلي اليد العاملة. نقول له عندنا قاعدة إسلامية أصولية: ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا وجدت نفسك بين أمرين، يقول الإسلام: لا تأتيني بالمفسدة، ليس بحاجة إلى المصلحة، أمام ذلك أنك تترك هذه المفسدة. إذن النفس المسولة، ثم بعد ذلك ترتقي به هذه النفس حتى تصبح نفس أمارة والعياذ بالله بالسوء، وهي التي تدعو صاحبها إلى ارتكاب الذنوب والسيئات وتحرص على الانحراف والفجور. لم يقل آمرة بالسوء، لأن معنى أنها تأمر الإنسان لتقطع منه المعصية مرة واحدة وينتهي الأمر، ولكنه قال أمارة، تأمر ثم تأمر ثم تأمر حتى توقع صاحبها في السوء عياذا بالله. صاحبها رجل سوء، عند موته له سوء الخاتمة، تحضر الملائكة وتقول له: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساء. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ما لم يعرج به إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء والعياذ بالله. نفس موسوسة، خير استعداد للشر. فإذا أنت قدت نفسك وإذا أنت أخذت بزمام نفسك أصبحت نفسك لوامة. والله يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأقسم الله بها لأهميتها، وأقسم الله تعالى بيوم القيامة. لماذا؟ لأن النفس اللوامة يرجيها الله تعالى يوم القيامة. اللوم صيغة مبالغة من اللوم، وهي التي تلوم صاحبها لوما شديدا موصولا على ارتكاب الشر أو التقصير بالخير، وتندم على ما فات وتحاسب عليه تلومه في الخير لما لم تكثر منه، وتلومك في الشر لما لم تفعله. نفس لوامة، نفس مؤمنة، نفس ذكية، نفس نقية. إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وإذا التقت ارتاحت هذه النفس. مثل نفس اللوامة كفي بعض المغازات هناك جهاز قوس تمر من تحته، البضاعة التي تشتريها فيها إشارة وفيها لافتة، إن هي تعدت على المكان الخلاص فإن تلك المادة تمحى، وإذا مررت بهذا القوس لا تحجب شيئا. أما الإنسان إذا سرق هذه البضاعة ووضعها في جيبه ما أن يمر حتى هناك تنبيه، هناك جرس، هناك ناقوس ينبه بأن هذا الإنسان سارق. وكذلك النفس اللوامة، نفسك اللوامة فيها ناقوس، نفسك اللوامة فيها جرس تنبهك، تلومك. النفس اللوامة إذا أسأت تشعر بضيق، أنت تشعر بضيق، نفسك لوامة. تقول ضميري وبخني، نفسك لوامة. تقول اليوم لم أصلي صلاة الصبح في وقتها، أنا متضايق، نفسك لوامة. ظلمت جاري اليوم، أشعر نفسي وكأن ذاقت علي الأرض بما رحبت، نفسك لوامة. النفس اللوامة متيقظة، خائفة، حذرة، تسأل أين أنا من الطريق المستقيم، طريق المولى عز وجل. نفس اللوامة نهاية المشكلة
في جنتي. هذه هي النفس التي تكون مطمئنة لأنها كانت لوامة، لأن صاحبها كان هو الذي يقودها وهو الذي يروضها وهو الذي مالك أمره. اللهم اجعل نفوسنا لوامة، اللهم اجعل نفوسنا لوامة يا رب العالمين. والله قصتين في إن شاء الله بحول الله يوم الجمعة القادم. اللهم يا ربنا ويا مولانا آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بذنوبنا، اللهم يا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اهدي شبابنا، اهدي بناتنا، اهدي أزواجنا، اهدي أحبابنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبها. اللهم اهدهم إلى الإسلام، اللهم ردهم من الإيمان ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اقضي عنا ديوننا، اللهم اقضي عنا ديوننا. اللهم يا ربنا ويا مولانا خفف عنا وطأة الحرارة